النادي الأهلي يعلنها سعداء بتقليل أعداد الأجانب بسبب بيراميدز، ولكن نطالب اتحاد الكورة بتطبيق هذا القرار بعد موسمين. أكد النادي الأهلي على أنه عكس كل التوقعات اللي بتقول أن النادي الأهلي زعلان من قرار اتحاد الكورة بتخفيض أعداد الأجانب، بل على العكس الأهلي شايف أن أكتر نادي مستفيد من عدد الأجانب الخمسة وتحت السن هو النادي السماوي. نادي بيراميدز هو الوحيد القادر على ضم أجانب على أعلى مستوى بفلوس كتير، وهو اللي أدى في النهاية لفوزه بدوري أبطال أفريقيا باللاعيبة الأجانب الكتيرة اللي على أعلى مستوى. عشان كده النادي الأهلي بيقول طالما القرار ده اتحاد الكورة عاوز يطبقه احنا معاه وموافقين على تخفيض عدد الأجانب إلى 3 لاعبين، ولكن بشرط تنفيذ هذا القرار بعد موسمين. يد مهلة للأندية موسمين كمان، يعني بإذن الله كده نلعب موسم 26 27 و27 28 ب5 أجانب. بعد كده بقى بدءا من موسم 28 29 ده بقى اللي يكون فيه 3 أجانب فقط بدلا من 5. طب النادي الأهلي ليه عاوز مهلة موسمين؟ عشان يلحق يوفق أوضاعه، لأن في الموسمين دول يقدر بقى النادي الأهلي يظبط نفسه ويظبط قائمته، ويجي على موسم 28 يكون خلاص في قائمته فقط 3 أجانب وليس 5.